حارس المرمى يا كابتن لو رجعنا دي ان وائل مش شايف الكوره، ان اللي زميله قافل عليه الزاويه. هو طلع بعدها محسن الشحات، او محسن الشحات لو حتى لو لكن في حاجه كابتن فاروق في الجول، التحرك الجميل جدا يا كابتن طاهر من عمرو زكي. عمرو زكي اتحرك بطريقه، يعني لما هنشوف لو رجع لنا اللعبه تاني هتشوف عمرو زكي خد المدافع وراح فين وساب ثغره مساحه واسعه جدا. لو شفنا دي الاول اهي هيخش بيها جوه بعرض الملعب، هيلعب الكوره الزنق برضه ماشي، يلعب الكوره لعبد الشافي. يلا نشوف بقى عمرو زكي فين يا كابتن طاهر. شوف هياخدهم فين بقى. طيب عشان يوسع لحسين زكي، لحسين ياسر اسف. شوف هياخده يروح فين يا كابتن طاهر؟ على اساس الكوره خلق مساحه ولا خلق ولا حاجه، لا هو رايح علشان ياخدها بالعرض. كويس ما هو ممكن يقف على القريبه يا كابتن طاهر اقفل. ايوه ماشي، بس هو واخد على اعتبار انها تلعب بالعرض يعني. ده كلام صح. بس انا لو واقف مطرحه كده قفلت على حسين ياسر مش هيلاقي. كابتن شاذلي الكوره دي ما فيهاش نمطيه يعني هنا ما غيرش اتجاه، ده هو نمطيه يعني. المفروض الكوره راحت للطرف ده هو مستني ليه. هنا عبد الشافي انا كنا لسه مش بنشيد عبد الشافي عنده حلول. بص واللي ساعده على الحل التحرك الحقيقي بتاع حسين، راح متحرك ازاي حسين لف جسمه. ده حركه عمرو زكي وشيكابالا من الثبات، ما فيهاش اي شيكابالا والثاني ابو كونيه حركه نمطيه عاديه قوي. وبعدين الراجل بس ماشيها يا كابتن شاذلي. المدافع يا كابتن طاهر، المدافع اللي حاجب عن الجول، المدافع اللي حاجب عن الجول ما عملش بلوك على الكوره. هو لو عمل بلوك صح الجول مش شايف الكوره. انا بقول لك مش شايفها لانه قدامه. فهي اتلعبت حلوه جدا. هو عمرو حجز على الباك بقى. بص بقى هنا حجز بص هنا حجز منع، لكن هي اتلعبت النقله 3-4 نقلات في منتهى الجمال يعني. جميل. طيب كابتن شاذلي، كابتن فاروق عايز اتوقف في الحقيقه عند مكسب نادي الزمالك المستحق اليوم واللي رفع بيه رصيده الى 8 نقاط. مش عايزنا ننسى احنا او انتوا كخبراء ان نادي الزمالك دفع بوجوه جديده اثبتت نجاحها في مباراه الجونه، ثم ذهبت اليوم مع الريح. بمعنى ان محمد ابراهيم وحسام عرفات كانوا ابرز لاعبي الزمالك في مباراه الجونه والزمالك. اليوم مش موجودين. هل ممكن انت كمدرب اما المكسب يجي بنفس العناصر يعني تنسى ان في عناصر اجادت وبالتالي تفقدها كمستقبل، لان هم دول المستقبل المفروض تعمل؟ بص يا كابتن، انت ما ولا هنفضل نقول لكل مباراه ظروفها؟ بالظبط. وان المرحله لا تحتمل. بص انت الزمالك فقد نقطه او نقطتين بالعناصر الصغيره، فاوتوماتيك على طول هترجع بالعناصر الثانيه. النهارده طريقه 4-4-2 ممكن الولاد الصغيرين دولت عندهم الحافز المعنوي اكثر من النواحي التكتيكيه. 4-4-2 محتاج نواحي تكتيكيه، وخصوصا ان نادي الزمالك بيكثف عدد المهاجمين، فمحتاجين التحرك في الناحيه الدفاعيه. يعني لما تفقد الكره لازم يبقى عندك العنصر الدفاعي موجود. اللعيبه الولاد الصغيرين عندهم العنصر الهجومي والمعنوي اعلى من العنصر التكتيكي. هنا طالما فقط اشتريت حاجه على حساب حاجه، يعني اشتريت النواحي المعنويه على حساب النواحي التكتيكيه، تفقد سيطرتك واستحواذك وهدفك من المباراه. وده اللي حصل المباراه اللي فاتت. فرجع حسام للعيبه اللي هي عندها الخبرات اللي تعرف تطبق 4-4-2. عموما هو المشوار طويل هياخدوا بقى انت ما يستقر نادي الزمالك فنيا والنتائج تبقى ماشيه وبيكسب، تقدر تزق لعيب في لعيب في لعيب ممكن، لكن في الظروف دي لازم تعتمد على عناصر الخبره. بدليل النهارده ان رجع احمد غانم سلطان، ان جرب 2 لعيبه يلعبوا طرف يمين في 4-4-2 ما عرفوش يطبقوها. هو احمد غانم سلطان رغم اي حاجه بتتقال هو افضل من يلعب في طرف يمين في 4-4-2 مع نادي الزمالك. ليه؟ ان هو لعيب قوي عنده الناحيه الدفاعيه عاليه جدا، حتى لو الناحيه الهجوميه عنده مش عاليه، لكن انت مطلوب في 4-4-2 في الاطراف ان هم يبقوا مدافعين. فاحمد غانم سلطان عنده الميزه دي، بيعمل له التوازن من الناحيه الثانيه عبد الشافي، ان هو عنده النواحي المهاريه عاليه والنواحي الهجوميه عاليه، فعاملين توازن. ما تقدرش وحسين ياسر في الحقيقه الاثنين الطرف الشمال ليه؟ يا كابتن لما جه حسين ياسر ناحيه الشمال اختلف، لان حسين ياسر الشوط الاولاني كان العكس، لكن شمال برضه بس كان متطرف. كان ده بص يا كابتن ده الهدف الجميل بتاع محمد برضه في الحقيقه. اخطر حاجه في ما انت تيجي تقول لمدافع اخر في الخط الاخير من الدفاع العب مان تو مان. لما تقول له العب مان تو مان انت اديت للعيب المهاجم الحلول واديته المهاره واديته الفرصه واديته كل حاجه ان هو يقدر يكسب فرقته. فرقه سموحه الشوط الثاني حطوا عند حسين ياسر وعبد الشافي 2 لعيبه، ففريق سموحه لعب كانه ناقص. يعني انت عندك عبد الشافي مهاري وحسين ياسر مهاري، والنواحي المهاريه النهارده هي كانت صاحب القرار في مكسب الزمالك، لكن النواحي المهاريه الذهنيه وليس الفطريه. تمام.
خلصت المية مية كمان. كابتن شاذلي، يعني في عجالة سريعة جدا، في كل موسم بيظهر يعني فرس رهان او الحصان الاسود زي ما بيقولوا من اللي خارج من دوري الدرجة الثانية، وبنشوف مثلا منهم من يكون في وسط الجدول، منهم من يحدث المفاجأة. المهم ان الصورة بتبقى مختلفة. السنة دي واضح ان ثلاثي الصعود واضح انه هيكون اسرع ثلاثي للهبوط، يعني الصورة واضحة بدري. هل انا تصوري ده في محله ولا لسه المشوار طويل؟ بمعنى ان وادي دجلة وسموحة ومصر المقاصة واضح ان هم مش هيقدروا يستحملوا الدوري الممتاز. هل دي نظرة مبكرة ولا هو طبعا بالنسبة للعدد المباريات طبعا نظرة مبكرة، لكن بالنسبة لرؤيتنا من خلال الفرق والمباريات ومستواهم، في فرق منهم طبعا قليلة جدا وعندها مشاكل في أماكن صعبة جدا. هتتحل ازاي؟ بتتحل بتغيير الأفراد. طب لو قلنا دلوقتي من خلال مشاهدة الكابتن شاذلي في ال5 أو 6 أسابيع، مين أقرب في ال3 للسقوط المبكر؟ ما هو يعني انت يعني لازم تورطني. لا يعني انت لازم تورطني. يعني قلت عمرو زكي عمل تحرك وانا مشيت. طيب يعني انا عايز ادخلني تاني في مشكله. لا مين اقرب في دول يعني؟ لا الثلاثه الاخرانيين الثلاثه الاخرانيين ولو ان المقاولين العرب المقاولين اخر الجدول. المقاولين العرب عنده مشكله يا كابتن، ان بيضحوا بحاجه قصاد حاجه. بمعنى ايه؟ يقول لك نلاعب ناشئين. يعني ايه لاعب ناشئين في دوري؟ لا ونغير مدرب بعد اول مباراه. نغير مدرب، يعني جابوا مدرب جديد على الدوري الممتاز، ومن خلال المدرب الجديد بيلاعبوا ناشئين. طب الناشئين هيعملوا ايه قصاد الخبرات؟ صعب جدا يا كابتن. يعني الماتش 1-1 وفي الوقت الضايع جه فاول عليهم، اترفع، اتلعب بالهيد كانهم ما عملوش حاجه لان الخبرات قليله. اذا مصر المقاصه وسموحه وادي دجله ومعهم المقاولين العرب كمستوى هم الاقرب لغايه دلوقتي. مصر المقاصه فريق كويس منظم في لعيبه. انت بتحط المقاولين مكان مصر المقاصه؟ لا انا ما بحطش المقاولين، لكن انا لا ما بحطش المقاولين. انا بقول المقاصه فريق عنده لعيبه كويسه وفريق منظم، يعني يقدر يصمد. يقدر يستمر ان اللعيبه عندها خبرات الدوري العام. وده النهارده اللي فارق، ان في لعيبه الدوري العام اللي عايز يقعد في الدوري العام يبقى عنده خبرات الدوري العام، اللي عايز ياخد بطوله في الدوري العام يبقى عنده حافز بطوله الدوري العام. فدي مش موجوده في كل الفرق. عموما من السابق للاوان طبعا ان احنا نصدر احكام مبكره، انما بناء على المستويات اللي احنا شايفينها بالتاكيد بنتمنى لكل الفرق حقيقه يعني مستوى متميز، لان بالتالي هنشوف دوري متميز ونشوف منتخب بالتاكيد مختلف تماما. كابتن فاروق في النهايه بنشكرك كالعاده، متالق ورائع. كابتن شاذلي شكرا جزيلا كابتن. بعد الفاصل هنستقبل خبيرنا التحكيم الكابتن جمال الغندور، وهنترككم مع وائل ابراهيم مراسلنا مع الكابتن ابراهيم حسن بعد احداث مباراه الزمالك وسموحه والعوده بعد هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين، الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات، ولكن كيف تستمر الانتصارات لنادي الزمالك ده هنعرفه من خلال الكابتن ابراهيم حسن. برحب بيك يا كابتن والف مبروك. الله يبارك فيك. مش ذاكره انتصارات ولا حاجه، يعني احنا بقى لنا 4 ماتشات، ده الخامس النهارده، فهي الاحداث ماشيه يعني عادي طبيعي. الدوري بدايه مع كل الفرق متقلب مع كل الفرق، يعني انت فاهمني. فهي مش يعني مش ذاكره، هي ذاكره ان انا بقول قلت قبل كده المكنه بتاع الفوز باذن الله. الفريق لو مشيت باذن الله لما تمشي من اول اتمنى ان شاء الله من النهارده ما حدش هيعرف يوقف الفرقه دي. انا شايف ان احنا مع احترامي يمكن تحيز بقى الوضع، الناس اللي المحللين الناس الموجوده احسن لعيبه موجوده، من احسن اللعيبه الموجوده في مصر في نادي الزمالك، من احسن الفرق اللي بتلعب كوره في مصر، او احسن فريق في الفتره الاخيره حتى الحاليه من بدايه الدوري. انا شايف فريق نادي الزمالك مجرد بس ان الضغوط الخارجيه وشويه المشاكل اللي بتحصل كل شويه، وعدم التوفيق الكبير جدا اللي بيصادف يعني انا شايف فريق نادي الزمالك الوحيد الفرقه كلها بيصادف سوء توفيق رهيب. فدي النهارده كسرنا حته عدم التوفيق الفتره الاخيره اللي هو الماتش الاخير. كابتن ابراهيم، النهارده بعد احراز سموحه الهدف الاول ده كان لسان حال الكابتن حسام حسن، قال هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ يعني ده كان نتاج لايه؟ وكان حتى يمكن كان ظهر عليه بعض الانفعال، ولكن قدر يلم الموضوع ده، وخصوصا ما بين شوطي المباراه. اقول لك ليه؟ انا عشان حسام عارف ان اللعيبه دي عندها اكتر من كده بكتير، وهم افوق من كده،
وزي ما شفت الماتشات الاخيره، الاربع ماتشات الاخيره، بس حتى لو الماتش اللي بتاع انبي ما خسرناه، بس الشوط الاولاني ومنظر الفرقه كان الفرقه فايقه. فالنهارده في البدايه حسام مستغرب ان في يعني ليه يعني مش محتاجه الماتش، تخلص الماتش، واللي بيقولوا اللعيبه خلص الماتش من اوله، عشان ما حدش الفرق، مع احترام الفرق المنافس معاك في الملعب، ما ياخدش ودي معاك في رجوع الكوره، ما ياخدش ودي معاك. الفرقه اي فرقه، مع كل الفرق انا شايف كلهم شبه بعض في مصر. الفرقه اللي تخلص تجيب تكسب من الاول وتجيب جول من الاول بتسهل لك الماتش بطريقه كبيره جدا. لما تفضل تاخد وتدي مع الفرقه اللي قدامك، بيبقى في تعادل او بيبقى في لسه مثلا قدر الله بيتقدموا زي ما حصل النهارده، بيعلوا في اي فرقه بتعلى حتى لو هي اقل منك بكتير. فهو عشان كده حسام كان متضايق ان احنا متفقين على